إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك نقدم لكم تقريرا جديدا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأحد 24 من نوفمبر الجاري بعنوان صراع النفوذ بالقرن الإفريقي، حرب باردة تنذر بصدام إقليمي، وذلك ضمن حلقة الأسبوع من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. في زيارة هي الثالثة منذ اندلاع الصراع في السودان، البرهان يصل إلى أسمرة ويجري مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. شركة تاركو للطيران تطلق رحلات مباشرة من وإلى أسمرة. ومصرع ما لا يقل عن 24 شخصا بسبب غرق قاربين يقلان صوماليين في المحيط الهندي. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. عقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي صباح أمس الثلاثاء في العاصمة أسمرة. وبحسب وكالة الأنباء السودانية، ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع التي يمر بها السودان. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي استقبل صباح الأربعاء في مطار أسمرة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في زيارة استغرقت يومين. ورافق البرهان في زيارته كل من وزير الإعلام الجديد خالد العياسر ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة للفريق البرهان إلى أسمرة منذ اندلاع الأحداث في السودان في منتصف أبريل 2023. وتأتي الزيارة بعد أسابيع من لقاء الرئيس الإريتري لمجموعة من الإعلاميين السودانيين في العاصمة أسمرة، أكد خلالها حرمة المساس بالجيش السوداني، والتي تزامنت مع نشر وحدات عسكرية في ولاية كسل من قوات الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة التي تلقت تدريبها في إريتريا. ويتزامن توقيت الزيارة أيضا مع الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني بسيطرته على مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار من قبضة الدعم السريع يوم السبت الماضي. أطلقت شركة تاركو للطيران ومقرها السودان رحلات مباشرة بين بورت سودان وأسمرة. كما قامت شركة الطيران الخاصة التي يقع مقرها الرئيسي في الخرطوم بجدول رحلات مباشرة من جوبا وكمبالا والرياض إلى جانب بورت سودان. وانطلقت شركة تاركو إيرلاينز التي تمتلك 11 طائرة بوينغ 737 في عام 2009 وتسير رحلات إلى 15 مدينة في السودان وجنوب السودان ومصر ودبي والمملكة العربية السعودية وقطر. وتخطط شركة طيران خاصة أخرى وهي شركة بدر ومقرها السودان أيضا لتسيير رحلات شحن منتظمة إلى أسمرة. وفي وقت سابق تعاقدت شركة تاركو للطيران مع السلطات الإريترية لنقل الحجاج الإريتريين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة. يذكر أن المسافرين الذين يسافرون من وإلى إريتريا والدول المجاورة بالإضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة لم يعد لديهم خيارات واسعة بعد إغلاق الخطوط الجوية الأثيوبية. هذا وتتهم الحكومة الإريترية التي لم تكن قادرة على امتلاك شركة طيران خاصة بها بخلق العديد من العقبات السياسية أمام المستثمرين الأجانب والإريتريين لإنشاء شركة طيران خاصة مقرها أسمرة.
قالت الحكومة الصومالية إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قاربين يقلان الصوماليين في المحيط الهندي قبالة مدغشقر. وقال وزير الخارجية أحمد معلم فقي إن الزوارق كانت تحمل 64 صوماليا، مضيفا أن الحكومة الصومالية أرسلت ممثلا إلى مدغشقر لإعادة الناجين إلى الصومال. ويعتقد أن الصوماليين الذين وصلوا إلى مدغشقر كانوا متوجهين عبر المحيط الهندي إلى جنوب إفريقيا. وفي غضون ذلك قال وزير الخارجية الصومالي إن الحكومة الصومالية أرسلت وفدا إلى المغرب لإعادة مواطنيها العالقين في المياه المغربية دون تقديم أي إيضاحات عن كيفية وصولهم إلى المياه المغربية. يتزامن ذلك مع تعليق الحكومة الفنلندية المساعدات التنموية للصومال لرفضها قبول المهاجرين الصوماليين غير الشرعيين المرحلين منها. هذا ويتم الضغط على الصومال التي وقعت اتفاقية مع ألمانيا بشأن عودة اللاجئين الصوماليين واستمرار المساعدات التنموية لاتخاذ إجراء مماثل مع فنلندا. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج نقدم لكم فيما يلي تقريرا جديدا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأحد 24 من نوفمبر الجاري بعنوان صراع النفوذ بالقرن الإفريقي، حرب باردة تنذر بصدام إقليمي، وذلك ضمن حلقة الأسبوع من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تقريرا الأحد الماضي يتعلق بالصراع المائي الدائر في منطقة القرن الإفريقي ودواعي ذلك الصراع وقيام التحالفات حوله والمآلات التي من الممكن أن يؤدي إليها هذا الصراع مستقبلا. نتابع. يقول التقرير: بسبب أهمية منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية وحجم الثروات الكامنة فيها وهشاشة أوضاعها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز فيها، وهو الأمر الذي حولها ميدانا لحرب باردة وصراع إرادات ينتظر شرارة مشتعلة لينفجر صداما إقليميا. وإذا كانت القوى الكبرى مثل أمريكا والصين وروسيا تتصدر الواجهة في سباق الوجود في القرن الإفريقي، فإن ذلك لم يمنع قوى إقليمية مثل تركيا وإيران والهند من البحث عن مكانة لها في المنطقة، وهو ما دعا مسؤولين ومراقبين إلى التحذير من سيناريوهات تصعيدية عديدة بالمنطقة كالتحول إلى ميدان لحرب باردة بين اللاعبين الدوليين. ويقصد بالقرن الإفريقي جغرافيا الجزء الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن في شكل قرن، ويضم 4 دول هي الصومال وجيبوتي وإريتريا وأثيوبيا، ويتسع ليشمل دول الجوار كينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان والسودان، وكذلك اليمن لارتباطها بهذه الدول. وفي عنوان جانب صراع الموانئ يقول التقرير: يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الإفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية للوجود بالمنطقة، لكونها معبرا رئيسيا لنقل النفط من دول الخليج للأسواق العالمية. وتدلل على ذلك بيانات التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، حيث تسجل تلك التجارة نحو 12% من حركة تجارة العالم سنويا، بواقع 30% من حركة حاويات الشحن العالمية، وبقيمة تتجاوز $1 تريليون، إلى جانب ما بين 7 إلى 10% من إمدادات النفط العالمية، وفق بيان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد في يناير كانون الثاني عام 2024. وتضاعف الموانئ البحرية وعددها 10 موانئ من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي لتحتل مرتبة متقدمة في سياسات القوى الدولية والإقليمية الطامحة للعب دور كبير في المنطقة، وذلك بالنظر إلى ما تمثله المنطقة من حلقة ربط بين مراكز تجارية وأسواق شرق ووسط إفريقيا ودول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج.
وعد اللواء فرج في حديث للشرق الأوسط أن التأثير المتزايد للمنطقة على حركة التجارة العالمية يدفع الدول الكبرى للوجود لتأمين تجارتها ومصالحها. وبينما يتركز التنافس على تلك الموانئ بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لم يمنع قوى إقليمية من الظهور على خريطة التنافس الدولي مثل تركيا وأثيوبيا التي تبحث عن منفذ بحري لها. وتتنوع محددات اللاعبين الدوليين للتنافس على موانئ القرن الإفريقي، إذ تنطلق لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة بضمان وجودها عبر مجموعة من التحالفات البحرية الأمنية، بينما تستهدف الصين توسيع استثماراتها في الموانئ البحرية في إطار مبادرتها الحزام والطريق، حيث تستحوذ على إدارة وتشغيل ميناء جيبوتي المعروف بميناء دوراليه، كما افتتحت في عام 2018 منطقة تجارة حرة بجيبوتي مساحتها تقدر بنحو 48 كيلومتر مربع، فيما تسيطر تركيا على ميناء مقديشو في الصومال وفقا لاتفاقية مارس آذار عام 2023. وإقليميا تسعى أثيوبيا لإيجاد منفذ بحري لها مطلع هذا العام باتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي وسط رفض صومالي وعربي. وتوفر حركة التجارة عبر الممر الملاحي للبحر الأحمر ميزة تنافسية من حيث توفير الوقت والمسافة والتكلفة، حسب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الأسبق السمان الوسيلة، الذي قال للشرق الأوسط إن الموقع الجغرافي لقناة السويس والبحر الأحمر يجعلها أقصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. وتعتمد دول شرق إفريقيا في تجارتها على البحر الأحمر وقناة السويس، إذ يعبر القناة نحو 34% من تجارة السودان، ونحو 31% من تجارة جيبوتي، و15% من تجارة كينيا، و10% لتنزانيا، وفقا لتقرير الأنكتاد في فبراير شباط عام 2024. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون إلى موضوع بعنوان صراع النفوذ بالقرن الإفريقي، حرب باردة تنذر بصدام إقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وفي عنوان جانبي آخر، تنافس على الثروات، يقول التقرير: إلى جانب ذلك تشكل ثروات القرن الإفريقي هدفا آخرا للتنافس الدولي. يدلل على ذلك وزير الإعلام الصومالي الأسبق زكريا محمود في حديثه للشرق الأوسط بتدخلات أطراف دولية للاستفادة من الاحتياط النفطي بالصومال الذي يبلغ 30 مليار برميل وفقا للحكومة الصومالية، وثرواته الحيوانية الكبيرة التي تقدر بنحو 56 مليون رأس ماشية حسب منظمة الفاو. ووقعت تركيا والصومال في يوليو تموز الماضي اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية، وأرسلت أنقرة على إثر ذلك في شهر أكتوبر الماضي سفينة الأبحاث السيزمية التركية عروجريس إلى ميناء مقديشو لإجراء مسح للغاز والنفط في مهمة تستمر 7 أشهر. وبحسب تسريح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية عبد الرحمن مكاوي للشرق الأوسط، فإن المنطقة تحظى بكميات كبيرة من الليثيوم والذهب والغاز وغيرها من المعادن التي تحتاج إليها الدول الكبرى. وفي عنوان جانبي آخر، عسكرة البحر الأحمر، يقول التقرير: وبدافع مواجهة تهديدات حركة الملاحة يتزايد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة، فجيبوتي رغم صغر مساحتها تستضيف 6 قواعد عسكرية لدول الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان وإسبانيا وإيطاليا. وباعتقاد الكاتب الصحفي الأثيوبي أنور إبراهيم، فإن أطماع القوى الدولية في السيطرة على الممر المائي وراء تزايد الوجود العسكري الأجنبي على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ويضيف قائلا: تزايد العسكر مخطط للاستعمار الحديث، ودليل على أن الصراع الدولي القادم سيكون بالإقليم. وتشكل حالة الهشاشة ومستويات الفقر دوافع أساسية لتأجير دول القرن الإفريقي مساحات من أراضيها لإقامة قواعد عسكرية أجنبية بها، كما الوضع في جيبوتي والصومال. وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية،
بوصف ذلك جزءا مهما من دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم عام 2020 نحو 129 مليون دولار أمريكي، بواقع 18% من دخل البلاد حسب معهد أبحاث جايكا التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وفي عنوان فرعي آخر، لاعبون متنوعون، يقول التقرير: دخلت الهند على الخط حين نشرت البحرية الهندية للمرة الأولى مطلع العام الحالي أسطولا ضخما يضم 12 سفينة حربية في خليج عدن وبحر العرب بدعوى التصدي لعمليات القرصنة أمام السواحل الصومالية. ومع ذلك لا تتوقف محاولات الوجود العسكري من لاعبين دوليين آخرين بالمنطقة، خاصة مع التحركات الروسية لإقامة قواعد لها على السواحل الإريترية والسودانية، وفقا لرئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر محجوب حامد آدم، الذي قال للشرق الأوسط إن الحشد العسكري الدولي يعكس رغبة تلك الدول في فرض وصايتها على المنطقة. وتسعى روسيا للحصول على موطئ قدم هي الأخرى على سواحل البحر الأحمر، حيث أبرمت اتفاقا مع السودان عام 2017 لإنشاء قاعدة بحرية. وفي يونيو حزيران الماضي أعلن عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا أن موسكو طلبت إقامة محطة تزويد بالوقود على السواحل السودانية. وبموازاة ذلك كانت موسكو أبرمت اتفاقا مع إريتريا في يناير عام 2023 لاستغلال ميناء مصوع. وفي رأي وزير الدولة بوزارة الخارجية السوداني الأسبق السمان الوسيلة، فإن موسكو لن تسمح للقوى الغربية بتمديد نفوذها وحدها في الإقليم، غير أن الحضور العسكري الأكبر في المنطقة يأتي من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المستشار العسكري السابق للخارجية الأمريكية عباس تهوك، الذي أشار للشرق الأوسط إلى أن واشنطن تكثف من وجودها العسكري للرد على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية ومواجهة مخاطر القرصنة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون إلى موضوع بعنوان صراع النفوذ بالقرن الإفريقي، حرب باردة تنذر بصدام إقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وفي عنوان فرعي آخر، حرب باردة جديدة، يقول التقرير: نوعت واشنطن من سياق تحالفاتها الأمنية مع حلفائها بدافع التصدي لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ودشنت في سبيل ذلك تحالف سانتينال البحري عام 2019. وفي عام 2022 شكلت قوة المهام المشتركة 153 التي تضم 39 دولة. وفي نوفمبر عام 2023 أعلنت عن تحالف جديد باسم حارس الازدهار يضم 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين وعرقلتهم للملاحة الدولية. في المقابل توسع الصين نشاطها الاقتصادي بالمنطقة وتسعى لإحكام قبضتها بالقروض المتزايدة لدول القرن الإفريقي، ما يثير قلق القوى الغربية حسب المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، الذي حذر في حديث للشرق الأوسط من فرض الوصاية الصينية على دول المنطقة بسبب تراكم الديون. وباعتقاد شرقاوي فإن تحركات القوى الكبرى تجعل من القرن الإفريقي ميدانا جديدا لحرب باردة بينها، وحذر من تفاقم المواجهة حال تعارض المصالح الصينية والروسية مع تحركات القوى الغربية. سيناريو الحرب الباردة بين أمريكا والصين وروسيا لا يستبعده عباس تهوك، الذي عد صراع النفوذ بين تلك الدول أنه يزيد من توترات المنطقة وربما يصل إلى حد الصدام. وحول عنوان جانبي آخر، نزاعات وتحالفات، يقول التقرير: تشكل توترات ونزاعات القرن الإفريقي بابا خلفيا لتدخلات لاعبين خارجيين، فقد دفع توقيع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للحصول على ميناء بحري دفع مقديشو لتعزيز تعاونها العسكري مع حلفاء إقليميين مثل مصر وتركيا. ووقع الصومال في فبراير الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، إلى جانب مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. وتفاقم التوتر مع توقيع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو،
وأعلنت عزمها عن إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من بعثة حفظ السلام الجديدة الإفريقية، في خطوة أغضبت أثيوبيا التي اتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة. ويعول الصومال على مصر وتركيا لدعم قدرات جيشه في مواجهة التحركات الأثيوبية. وفق وزير الإعلام الصومالي الأسبق، عادنا الصدام بين مقديشو وأديس أبابا قادما وعلى نطاق واسع، وقال إن الخطر في التحركات الأثيوبية سعيها لاجتزاء جزء من أرض الصومال بالمخالفة للقانون الدولي، غير أن الاتفاق الأثيوبي مع إقليم أرض الصومال يأتي بمباركة دول غربية حسب الكاتب الأثيوبي إبراهيم أنور، الذي دلل على ذلك بتعهد الولايات المتحدة وفرنسا بعد توقيع اتفاق سلام بين أثيوبيا وإريتريا عام 2018 بتطوير القوات البحرية الأثيوبية رغم عدم امتلاكها منفذا بحريا. وتتمسك الحكومة الأثيوبية باتفاقها مع أرض الصومال للحصول على ميناء بحري. وأكد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد نهاية أكتوبر الماضي أن بلاده تسعى للوصول السلمي للبحر الأحمر ولا تحتاج إلى القوة أو الحرب. وأفرزت التحركات الأثيوبية تحالفات إقليمية جديدة، منها آلية التعاون الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، ما ينذر بمواجهة مع أديس أبابا. وفق رئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر محجوب حامد آدم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تستمعون إلى موضوع بعنوان صراع النفوذ بالقرن الإفريقي، حرب باردة تنذر بصدام إقليمي، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحت عنوان جانبي آخر، صراع مائي، يقول التقرير: لا يمكن فصل التحركات المصرية لدعم الصومال عن مصالحها المائية في ضوء النزاع القائم بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة. وفق تقدير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية، الذي يرى أن المياه ستشكل السبب الرئيسي في الصراع الدولي والإقليم القادم بالمنطقة، غير أن اللواء فرج عد التعاون العسكري المصري الصومالي ليس موجها ضد أحد، ويستهدف دعم قدرات مقديشو لمواجهة الإرهاب وتأمين الملاحة بباب المندب، مستبعدا وصول التوترات لمرحلة الصراع العسكري. ووفق بحث لمركز دراسات الحرب الأمريكي في سبتمبر 2024، فإن لجوء الصومال لمصر وتركيا للمساعدة في التصدي للتحركات الأثيوبية استفادت منه القاهرة وأنقرة لتعزيز مصالحهما بالقرن الإفريقي. وقال إن مشاركة الدولتين ستؤدي لزيادة خطر نشوب صراع إقليمي أوسع. وأيضا في عنوان جانبي آخر، يقول التقرير: لا يختلف الأمر في حالة الحرب الداخلية بالسودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ذلك لأن الاتصالات أظهرت تقارب الحكومة السودانية مع قوى كروسيا والصين ودول إقليمية مثل إيران في مواجهة محور دولي مقابل. يقول قادة الجيش السوداني إنه داعم للطرف الآخر بالحرب، ويسعى السودان لوضع حد للتدخلات الخارجية من بعض الجهات التي تسعى للسيطرة عليه، وفق ما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر الماضي، عادا تلك التدخلات استعمارا جديدا لبلاده. وقد يدفع صراع النفوذ الدولي بالقرن الإفريقي إلى تمدد التنظيمات الإرهابية أو ظهور حروب بالوكالة من تنظيمات مسلحة تحقيقا لمصالح قوى دولية، وفق ما يرى الكاتب إبراهيم أنور، الذي دلل ببوادر التعاون بين حركة الشباب الصومالية مع الحوثيين، ما قد يفرز تنظيمات مسلحة أكثر تشددا بدعم خارجي، ويحول الوضع في المنطقة إلى أفغانستان جديدة. ويرجح السمان الوسيلة هذا السيناريو في السودان، محذرا من استغلال حركات مسلحة وتنظيمات أصولية وثورية حالة الهشاشة الأمنية والسياسية بالانتشار والتموضع على السواحل السودانية بالبحر الأحمر التي تمتد لنحو 750 كيلومترا. وفي وقت استبعد فيه كل من فرج وشرقاوي انتشار التنظيمات الإرهابية في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية، فإن المستشار السابق للخارجية الأمريكية عد أن عدم استقرار منطقة البحر الأحمر قد يؤدي لتمكين وانتشار التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وطالب بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف ودعم جهود الاستقرار الإقليمي. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي.
في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. في زيارة هي الثالثة منذ اندلاع الصراع في السودان، البرهان يصل إلى أسمرة ويجري مباحثات مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. شركة تاركو للطيران تطلق رحلات مباشرة من بورسودان إلى أسمرة. ومصرع ما لا يقل عن 24 شخصا بسبب غرق قاربين يقلان الصوماليين في المحيط الهندي. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.